هل السوشيال ميديا هتحقق دخل كويس؟ مبدئيا السؤال ده غلط، لان السؤال ده عامل زي لما تسالني هل شارع المعز هيحقق لي دخل؟ السؤال عبثي جدا. شارع المعز مش بيحقق دخل لحد، هو مجرد ميديم او وسط الناس بتمر فيه. اللي هيحدد هيحقق الدخل ولا لا هو ايه الحاجه اللي هتقدمها في الميديم ده. هل انت فاتح مثلا مطعم، كافيه، محل ملابس؟ فالسوشيال ميديا نفس الكلام، هو عباره عن ميديم موجود عليه ملايين البشر. فدورك مش انك تبقى موجود في الميديم ده وتعمل بقى فيديوز لغايه ما واحد منهم فايرال. انت هتستخدمه عشان تبني على المدى الطويل رصيد متراكم من الثقه والخبره حوالين تخصصك ومنظورك الشخصي الفريد، لغايه ما وجودك على السوشيال ميديا يتحول لعالم الناس حابه انها تنضم ليه ويبقوا كوميونتي جواه، لانه بيمثل لهم هويه عاوزين يوصلوا ليها. وبناء على العالم اللي انت بنيته والهويه اللي الكوميونتي بتاعتك عاوزين يوصلوا لها، هتصمم منتجات وخدمات باوفر واضح عشان تساعدهم انهم يوصلوا للهويه دي. فبالتالي ساعتها هتحقق دخل كويس. فعلى سبيل المثال انت واحد مهتم بالسيكولوجي والعلاقات الانسانيه بقى وكده، وبتصنع محتوى في الموضوع ده، مش هتحقق دخل من انك مجرد بتتكلم في السيكولوجي. هتحقق دخل لما تكون بتقدم فاليو بجد والناس وثقت فيك وعندك اوفر واضح، زي انك بتقدم استشارات او كوتشنج بروجرامز وهكذا. فالسؤال الصح اللي المفروض تساله ازاي ابني عالم حوالين تخصصي، وازاي اطور من منظوري الشخصي لغايه ما يبقى فريد وصعب انه يتقلد، وايه الفاليو اللي المفروض اقدمها باستمرار عشان اراكم الثقه والخبره، وايه طرق المونتايزيشن الانسب للكوميونتي بتاعي وفي نفس الوقت بيحقق دخل كبير. دي اسئله مهمه جدا انك تسالها لنفسك وانت بتبني بيرسونال براند. وده لان منصات السوشيال ميديا هي مش بيزنس موديل او مصدر دخل، هي ميديم او وسط فيه مجموعه من البشر، واللي انت هتقدمه هو بقى اللي هيحدد هتحقق دخل ولا لا.